سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل، صباح الجمال على عيونكم يا حبايب قلبي. وكالعادة روتين الفجرية، روتين البدرية منساه. بصوا حبايب قلبي، هنا بدأنا روتيننا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بوريكم كده الفجرية والشروق كده. بصوا حاجة كده، بحس كده بطلع البلكونة بحس كده بنشاط جميل جدا، فبدخل كده اشم شوية هوا وادخل كده بقى ايه على المطبخ على طول، على البيت، على التنظيم، على كل حاجة. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه هنعمل ايه النهاردة وروتيننا ماشي ازاي. لازم كده اطلع البلكونة اخد طاقة ايجابية ونبدأ ندخل مع بعض. قلت افوق كده على الصبح. الاول كان عندي شوية لبن في التلاجة، قلت اغليهم واخد منهم شوية. قبل ما غليتهم خدت شوية كده علشان خاطر اعمل ايه، اعمل كده كوباية قهوة تظبط الدماغ. وبعد كده نشوف اللي ورانا على لحد لما البنات يصحوا من النوم. بسيبهم والله، انا بناتي بيعملوا كل حاجة، بس بسيبهم يناموا وياخدوا راحتهم في النوم كده علشان خاطر ايه، لسه هيتجوزوا، لسه هيشيلوا مسؤولية، لسه هيشيلوا حياة كبيرة او عليهم. فانا سايباهم براحتهم، اللي حابة تعمل حاجة بتعملها، واللي مش حابة تعمل حاجة بسيبها براحتها خالص. فيعني لازم يحبوا ايه شغل البيت دوت يعني من قلبهم، مش شرط ان انا احكم عليهم، لا انا سايبهم براحتهم خالص. بيعملوا اللي يقدروا يعملوه، واللي ما بيعملوهوش انا بكمل فيه. بصوا كده قلت افوق كده ايه بكوبايه قهوه على لبن مع بسكوته كده. البسكوت ده كنت وريته لكم في المشتريات اللي فاتت. وفوقت كده على ما بين ما يصحوا، هما بيصحوا على الظهر بعد الظهر على حسب ما بيصحوا، بقوم انا اظبط كده الصاله والمطبخ. دول الحاجتين اللي انا ايه ماسكاهم على طول. هما بينضفوا الاوض وبيعملوا كل حاجه، بس في اوقات طبعا علشان خاطر الدروس وعشان خاطر المسؤوليه اللي عليهم والمدارس وكده انا سايباهم براحتهم، بيعملوا اللي يقدروا يعملوه بس. بصوا شايفين هما بيقعدوا طول الليل هنا يذاكروا، فببدأ كده ايه اقوم انا اشيل الكتب بتاعتهم وببدأ اظبط البيت. بيبقوا رامين بقى ايه كراريسهم وحاجتهم زي ما انتوا شايفين كده يعني. بظبط بقى الايه الصاله بتاعتي بالمطبخ بالطرقه، يعني الحاجات اللي ممكن لو اي حد دخل عليا يشوفها نظيفه. بصوا الانتريه بتاعي ده عندي من زمان قوي، يعني بصوا يعني تحس كده القماشه اللي هي السمره دي كلحت كده وعملت معايا زي ما اكون قلبت لجلد، فاهميني؟ يعني اتوبرت خالص، فمش نافع معاها اي مسحوق، مش نافع معاها اي تنظيف خالص. فلو حد عنده اي حاجه يقول لي عليها اعملها. بصوا بقى في الوقت دوت بدأت ايه ظبطت الصالة، وبدأت ان انا امسح اسفة بالمكنسة كده اظبطها على السرير. فقومي كده تنشطي معايا، قومي بصي اعملي شقلباظات. ده انا لسه هعمل لكم روتينات، يا نهار ابيض، ده انا لسه ورايا حاجات كتيره جدا. عايزه اقلب المطبخ قلبه سودا من فوق لتحت صراحه. دخلت كده جهزت الفطار، ادي فطارنا الجميل. كانوا البنات صحيوا في الوقت دوت وقلنا بقى ايه نفطر. جرجير جبنه قديمه ولانشون وفول وكده. الحمد لله ده فطرنا ان شاء الله النهارده. طيب انا عندي حاجات بقى هتبدأ تتهدر معايا وتبوظ وهرميها. ليه ارميها؟ حرام. بصوا شايفين الفلفل حاول يعني بدأ ان هو يدبل معايا وبدأ يبوظ، والبتنجان كمان. طب انا هعمل ايه؟ غسلته غسلة كويسة ورميته كده في حلة كبيرة، وبدأت ايه هنعمله ان شاء الله بتنجان مخلل ونحطه في التلاجة تحت ايدينا يكون جاهز. يعني ايه يكون جاهز معايا على طول، فاهميني؟ بدل ما يبوظ يبقى ايه جاهز تحت ايدي، لا زيوت بقى ولا اي حاجة. وكمان الفلفل اللي عندي خدته كله كده قشرت معاه شوية توم، ورحت ايه فرمته في الخلاط، ورحت جاية حطاه في بولة علشان احطه في الفريزر يبقى تحت ايدي جاهز. يعني بصوا شايفين هنا بقى ايه خدت شوية صغيرة كده في طبق وزودت عليهم خل وليمون. وهنبدأ بقى ايه، انا بحب اعمله دايما بفلفل احمر، وبحب اعمل كمان على فكرة بنجر بس، وكنت بفرزه كمان بس للأسف خلص من عندي يعني. فهبدأ كده ايه اتبله كله وابدأ ارصه في علبة من منظمات التلاجة. بصوا مش قادرة اقول لكم العلب دي خدماني جدا، يعني عاملة معايا شغل حلو جدا. اي حاجة عايزة افرزها في الفريزر، اي حاجة عايزة اخلل فيها، فاهميني؟
ببدأ احطها فيها واحطها في الفريزر او في التلاجة لو مفرزة الحاجة. طبعا كان من الفيديو اللي فات بصوا زي ما انتوا شايفين كده، شفتوا معايا كده الايه لانشون طبعا واللحمة والايه والبصل. والله العظيم ده اقل من ربع كيلو لحمة، ده اقل من ربع كيلو لحمة، قطع صغيرة خالص. حطيت كده عليها البصل وهسيبها كده ايه تضرب تقلب مع بعضيها، شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية ملح، وهسيبها كده. ولو عندك اي توابل تانية تضيفيها. طيب انت هتعملي ايه بالاقل من ربع كيلو لحمة ده؟ هنعمل اجمل صينية مكرونة. ازاي؟ هتشوفوا دلوقتي معايا. بصوا شايفين، حطي التوابل مع البصل. كترت البصل جدا بس بشرته، اهم حاجة ان انا بشرته عشان خاطر ايه ما يظهرش معايا في الايه في التتبيلة. في تعصيج اللحمة. سلقت المكرونة هنا وهبدأ بقى ايه. بصوا شايفين قطع البصل الكبيرة دي ممكن اشيلها عادي، بس انا سايباها بس ايه تنزل المية بتاعتها. هنا بقى ايه حطيت 6 معالق من الدقيق. كتري الدقيق علشان خاطر هيعمل معاكي اهم حاجة في المكرونة بشاميل، البشاميل ظبطيه كويس جدا يبقى معاكي تحفة. بصوا بقى، بحب جدا 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 احط شوية طماطم صغيرة كده، عصير طماطم على الايه على اللحمة وهي بتتعصج، هتديكي لون حلو جدا للمكرونة. مش كتيرة يعني، حاجة ايه بسيطة كده. وهنا سايبة البشاميل كده لحد ما ياخد كده لون معايا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنزل عليه باللبن. عندي كيلو من اللبن. طيب انا ما عنديش غير كيلو من اللبن، عايزه اعمل ايه؟ ببدأ احط شوربة. الشوربة دي فظيعة، مش قادرة اقول لكم على طعمها. يعني حاولي على قدر الامكان ان انت تحطي شوربة يكون طعمها حلو جدا، يعني فاهميني، تكون دسمة وحلوة. دي اللي تضيفيها على المكرونة هتديكي طعم فوق الخيال. طيب انا ما عنديش غير نص كيلو لبن، ممكن اضيفه وهضيف عليه الشوربة. هي هتبقى غامقة معايا شوية بس المهم الطعم، فاهميني. وهي هتتحمر، بعد ما تتحمر مش هيبقى ظاهر فيها لا غمقان ولا اي حاجة خالص. وهوريها لكم ان شاء الله بس لما اخلص. بصوا شايفين كده دلوقتي انا هنزل بقى ايه عليها باللانشون، وهبدأ ايه اقلبها كده تقلبتين وهرفعها من على النار على طول. شايفين ما شاء الله. والله العظيم الخلطة دي يا بنات حلوة جدا، جربوها وهتدعولي بإذن الله. حطيت بقى ايه طبقة بشاميل في الصينية من تحت بدل ما احط السمنة، وهبدأ احط كده المكرونة وهسويها كويس. انا كان عندي نص كيلو من المكرونة، وعندي كان حبة صغيرة خالص حوالي كده ايه طبق صغير خالص. فسلقتها وزي ما انتوا شايفين الصينية دي مقاس 32. وبدأت كده بقى ايه هحط المكرونة اسفة الخلطة تعصيجة اللحمة مع اللانشون، وهبدأ افردها في الصينية. بصوا شايفين ما شاء الله، اقل من ربع كيلو لحمة عمل لي صينية محترمة. يعني شايفين ما شاء الله يعني حلوة جدا. فيعني ما عقدش نفسي، اولاد عايزين ياكلوا مكرونة وانا هعمل ايه؟ عملت لهم، جبت نص كيلو لحمة عملت لهم كفتة. في الفيديو اللي قبل اللي فات ارجع لي الفيديوهات اللي ورا هتلاقيني عاملة كفتة وعملتها بفكرة اقتصادية حلوة جدا. دخلت المكرونة كده الفرن. بصوا شايفين ما شاء الله. كتري صوص البشاميل، كتري صوص البشاميل، هتاكلي اجمل واحلى صينية مكرونة في حياتك، فاهميني. يعني حلوة جدا ما شاء الله، تحفة. بصوا شايفين ما شاء الله جميلة جدا جدا، واولادي يتجننوا عليها. وبكده يكون غدانا كده النهاردة ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف حاجة حلوة كده نعملها. كان عندي بقى ايه قرع كده كان في الفريزر، فخرجته وقلت اعمل بقى ايه حاجه حلوه كده للاولاد. فخرجته كده انا عاملاه قطع كده وحطاه في الفريزر، ورحت مخرجه الكميه كلها علشان خاطر ايه يعني اسيبها على النار مع بعض. حطيتها كده على النار وهسيبها لحد لما ايه تبدا ايه تعمل كده معايا. وبعد كده ايه فرمتها في الخلاط وحطيت مش ما حطيتش الكميه كلها، انا حطيت يعني حوالي بوله، وشلت باقي الكميه برضو في الفريزر بس لما تبرد. يعني شيليها في الفريزر لما تبرد معاكي تمام. بصوا شايفين حبايب قلبي، حطيت السكر بتاعي على حسب الرغبه بقى. هضيف لبن او حليب. وبعد كده هنبدا نضيف عندي طبق حطيت فيه 3 معالق من النشا عليهم شويه ميه وضفتهم على الايه على